أهلا بيكم في كبسولة لطف. البودكاست اللي فات سمعنا سوا السنبلة التالتة، والبودكاست دوت هنسمع السنبلة الرابعة. بس قبل ما نبدأ أحب أفكركم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل سنبلة جديدة، وتقولولي رأيكم في الكومنتات. الجذور الثابتة هي الذكريات، تحويشة العمر اللي بنعملها ونحطها في حصالة حبنا، الرصيد الحقيقي من كل شيء حسناه، من كل ضحكة من القلب ودمعة فرحة، من كل حاجة عملناها سوا، عن كل تذاكر السينما اللي احتفظنا بيها، وكل محطات المترو اللي عديناها واحنا شابكين ايدينا في ايد بعض، عن كل الحاجات اللي لما بنفتكرها بنسرح ونبتسم ابتسامة بترجعنا بالزمن لدرجة انك بتحس انها بتحصل حالا، عن كل الحاجات اللي بتيجي في بالك لما بتسمع اغنية او بتشم برفان او تعدي على مكان كنتوا بتروحوه، الصور والفيديوهات والستوريز المليانة بمواقف عمرها ما هتتنسي، كل مرة تعبت فيها وكل خروجة حلوة الوقت سرقكم من بعض فيها وكان لازم هي تمشي عشان اتأخرت. قد ايه الحاجات دي بتبقى حلوة وانت بتعيشها، وحلوة وانت بتفتكرها، وحلوة وانت بتحاول تكررها تاني. لدى كل منا الآلة الزمنية الخاصة به، البعض يعيدنا للوراء وهي الذكريات، والبعض يأخذنا للمستقبل وهي الأحلام. الذكريات هي الرصيد اللي بنرجع نبص عليه وقت ما بيحصل خلاف كبير. واحد صاحبي حكالي مرة عن 2 كانوا واقفين على الطلاق، وخلاص المأذون جه والانفصال هيتم، لحد ما الراجل قال لمراته: طب انتي مش فاكرالي اي حاجة حلوة؟ قالت له لأ. قال لها: ولا حتى يوم وفاة ابوكي؟ ومحدش من اللي قاعدين كان فاهم هما بيتكلموا عن ايه، ولا حد يعرف هو عمل ايه يوم وفاة ابوها. بس الست راحت معيطة ولمت هدومها ورجعت البيت معاه. علاقتنا ببعض من يوم ما بتبتدي وطول ما هي مستمرة بتبقى عبارة عن شريط بيعدي في خيالك طول الوقت وكأنه فيلم بيتعاد. نزار قباني قال: زراعة القلب تشفي بعض من عشقه، وما لقلبي إذ أحببت جراحه. أمي كانت بتحكي لي مرة إن بعد وفاة جدتي بكام شهر كانت راكبة عربيتها، وفجأة سمعت في الراديو أغنية دار يا دار للفنان وديع الصافي. وقتها افتكرت البيت القديم ولمة العيلة وذكريات طفولتها وكل المواقف اللي عاشتها مع جدتي وجدي. وهنا أمي ما قدرتش تتمالك نفسها من العياط، لدرجة إنها ركنت على جنب وفرغت كل طاقتها في وصلة بكاء هستيرية. الأزمة إن الذكريات ممكن تطلع لك في أي وقت من أي حتة. انت يومك بينتهي لمجرد إنك شفت شخص شبه حد كنت بتحبه زمان، بينتهي لمجرد إنه جه قدامك فيلم شفتوه سوا، أو عينيك جت على كتاب جالك هدية. انت متخيل الذكريات ممكن تستحوذ على الإنسان قد ايه؟ وقد ايه احنا ضعاف قدام ذكرياتنا؟ في مرة كنت مسافر الإمارات، ودي كانت أول مرة أسافر بعد الجواز. أبويا ومراتي جم معايا عشان يوصلوني المطار. قعدنا ندردش في الطريق والكلام جاب بعضه، خصوصا إن أبويا كان بيسافر كتير ولف العالم كله سياحة وشغل. فسألته: هي ماما كانت بتعمل ايه لما كنت بتسافر؟ قال لي: كنت طول ما انا مسافر كنت بحس انها مطفية، وكلامها على القد في كل جواباتها. بتقولي خليك وما تنزلش وشوف شغلك، بس قلبها مفطور من العياط والشوق. الراجل مننا بيحس حتى لو بينه وبين اللي بيحبها بلاد يا ابني. حتى انا وانا مسافر اول ما ركبت الاسانسير لقيت مراتي بتقولي بنبرة فيها وجع وتظاهر بالقوة في نفس الوقت: اوعى تنساني، رغم انها عارفة اني راجع بعد اسبوع. قالت لي: صور لي كل حاجة بتعملها، عايزة احس اني معاك، ما تسيبنيش لوحدي. وضحكت وانا مش مستوعب ازاي الستات بالقوة وبالهشاشة دي في نفس الوقت. بالنسبة لأي حد قلبه مكسور، الذكريات عبارة عن وجع خام، نسبة الألم 100%، خصوصا ان الذكريات هي السكينة الباردة اللي بيتبحك بيها الحنين بعد كده، لان اتجاه الزمن رايح بس مفيش حاجة بترجع. لذلك لما تعيش لحظة حلوة اشبع منها، عيشها بضمير، واعرف ان احساسك باللحظة اهم بكتير من الصورة اللي انت مهم تاخدها. اللحظة اللي انت بتعيشها وانت سايب موبايلك مستمتع بيها بتتوثق في خيالك للأبد. الكاميرا يجوز هتصور اللقطة، لكن عمرها ما هتحتفظ بالمشاعر. المشاعر هتفضل جواك انت، عشان للقلب ذاكرة خاصة بيه، وده للأسف مش مجاز، دي حقيقة. في دراسات كتير أثبتت الكلام ده،
أثبتت إن القلب ليه ذاكرة خلوية يقدر عن طريقها يحتفظ بمشاعره ناحية الحاجات اللي بيحبها. مش بس كده، دي الذكريات ممكن تتنقل من شخص للتاني عن طريق عمليات زراعة القلب. من أشهر الحكايات اللي حصلت بعيدا عن الأفلام وهوس صناع السينما بالنوعية دي من القصص، حكاية واحدة اسمها كلير سيلفيا، والكلام ده حصل في أواخر تمانينات القرن الماضي. كلير كان عندها في الوقت ده 47 سنة، وكانت بتشتغل مدرسة، وكان من المفترض انها في انتظار عملية زراعة قلب ورئة بشكل كامل. وتشاء الأقدار ان يتوفى شاب اسمه تيم لاميراند في حادثة، ويتبرعوا بأعضاء المستشفى اسمها نيو هيفن. كون العملية الأولى من نوعها في نيو إنجلاند خلى الصحافة والإعلام مهتمين جدا بالموضوع، خصوصا ان وضع سيلفيا اتدهور وكانت على وشك الموت. بس بعد ما الحالة استقرت وأثناء خروجها من المستشفى، سألها واحد من الصحفيين اللي كانوا موجودين في استقبالها عن شعورها بعد ما عملت العملية، وكانت الإجابة إنها هتموت وتشرب بيرة. طبعا الإجابة كانت صادمة لكل الموجودين، حتى سيلفيا نفسها اتصدمت من الإجابة، خصوصا إن عمرها ما شربت بيرة ولا تعرف طعمها أصلا. وقالت كمان إنها ما تعرفش سبب رغبتها دي، هي حست إنها عايزة تشرب وخلاص. ده غير طبعا إنها بعد كده بدأت تحب أكلات هي ما كانتش بتحبها زي الناجتس، وكانت بتراودها أحلام عن الولد اللي اتبرع لها بقلبه. الغريب إنها لما راحت لعيلة تيم واتكلمت معاهم، قالوا لها إن يوم الحادثة كان معاه وجبة ناجتس. كل دي أسباب كانت كفيلة إنها تحكي قصتها في كتاب Change of Heart سنة 1997. بليغ حمدي كتب ولحن أغنية بنلف في رثاء صديق عمره رفيق كفاحه ونجاحه عبد الحليم حافظ. بليغ حمدي كتب في مطلع الأغنية: بنلف نلف نلف والسنين بتلف تلف تلف، وألم بيزيد وجراح بتخف، بنودع ربيع ونستقبل ربيع، يأمرنا القدر تنطفي الشموع ويغيب القمر، ونسبح ذكريات مجرد ذكريات. في الآخر احنا عبارة عن مشاعر متجسدة في لحم ودم، أحداث وذكريات وتفاصيل مبهجة ومحزنة، أرشيف من اللحظات اللي فيها اللقا والوداع والمحبة والعتاب، العيش والملح والضحك اللي من القلب، السفريات والبيات وحياتنا سوا، والبيوت اللي كان لينا فيها وليها فينا، لمتنا عشان نذاكر ولمتنا على القهوة، خناقاتنا اللي انتهت بأنا آسف، والعشرة اللي ما بتهونش، وأيامنا الحلوة اللي هنفضل فاكرينها طول ما احنا عايشين. نقطة ومن أول العمر. وبكده سمعنا سوا السنبلة الرابعة. متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس، تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتستنوا السنبلة الخامسة.